انا هي اللي خنت راجلي مع ولد عمو. غنعاود لكم قصتي وبلا ما تعايروني، راه ربي انتقم مني وخدا حقه. السلام عليكم. انا فاطمه. انا تزوجت بواحد الراجل كان خدام الحمد لله مزيان، واخا ما تزوجناش على حب، تزوجنا زواج الوالدين، ولكن كان مهلي فيا وكنت انا وياه بخير. بحكم دارهم تيسكنوا في العروبيه، انا وياه تنسكنوا في المدينه. داني معاه كراليه تهلا فيا، ما خاصاني معاه حتى حاجه الصراحه. جا ولد عمو باش يقلب على خدمته هو في المدينه. وملي حنايا كاين حنا في المدينه، ولد عمو كاين ساكن في المدينه، قال لي غيجي يجلس عنده تيقلب على خدمه. قال لي راجلي مرحبا، راكم عارفين الناس ديال العروبيه ما تيضرقوش على الحباب وعلى العائله. مهم جا عندنا، جلس معانا واحد المده، مشى خدم في واحد الشركه. هذيك الشركه ما طولش فيها بزاف، وجا عند ولد عمو اللي هو راجلي. قال لي شوف صافي انا غنرجع للبلاد، راه ما بقاش ما خدمتش مع هذيك الشركه، ما تفاهمتش معاهم، ودابا انا غنرجع للبلاد. قال لي راجلي مسكين على نيته. شوف جلس معانا، بقى تقلب مره على خدمه، وجلس انت مرحبا بك، جلس تلقى الخدمه. ايوا مهم جلاس ولد عمو معانا، بقينا كل نهار على نهار. الصراحه في الاول كان فاهم راسو، تيخرج راجل يمشي للخدمه، تيخرج حتى هو يمشي حتى هو يخرج، المهم ما تيجلسش في الدار معايا نهائيا. كل نهار هكاك. انا ناض كتاب عليا واحد المكتوب وانا نتهرس من رجلي، هابطه في الدروج، تلوات ليا رجلي، تهرسات ليا. المهم غنجلس غنشد الفريش. هو ولا قال ليه راجلي ودي راه دابا فاطمه ملي تهرسات وجلسات، المهم راه غتولي بحال هكا تحتاج اللي تسخر ليها ولا اللي يمشي ليها للحانوت. مره عود بقى معاها في الدار. راجلي مسكين كان على نيته، ولكن انا وولد عمو صدقنا شياطين. انا نقولها في راسي، انا صدقت الشيطانه وولد عمو اكثر مني. مهم ما علينا، بقى بحال هكاك تيجي تيتسخر ليا، تيقول لي اختي لا خاصك شي حاجه نمشي نجيبها لك من الحانوت، واخا شي مرات تيطيب بحال هكا الماكله يجيبها لي حتى لبيتي. واحد النهار هو يطيب الماكله، جابها لي لبيتي، دق عليا قال لي فاطمه هاكي الماكله. قلت ليه دخل، انا ما كنتش تنوض، ما تنقدش نوقف على رجلي، ما تنوضش. جاب لي الماكله دخلها، حطها لي حدايا، ما فهمت والو. السيد هو يتلاح عليا. انا شنقول لكم، بحال كنت مسبه، بحال عجبني الحال. راجلي كان واخا هكاك ما كانش عاطيني داك الاهتمام بزاف. مهم هو الخدمه، راه تيخدم مهلي فيا من ناحيه الفلوس، ما خاصني حتى حاجه، ولكن ما كانش يهتم بيا، ما تيتعاملش معايا باختصار، ما كانش يتعامل معايا كامرأة. يعني فاش تيبغي حاجته تينوض تيقضيها وصافي وتينعس. المهم ما كانش يتعامل معايا. انا ما عرفتش ولد عمو، ما فهمتش. المهم انايا ما هضرتش، ما قاومته، ما قلت ليه لا، ما قلت ليه حشومه، ما والو، بحال عجبني داكشي اللي دار معايا. مهم سمحوا لي على هاد الكلمه، نعس معايا، ناض. تصوروا لدرجه هو ما هضر معايا وانا ما هضرت معاه، بحال ما درنا والو. المهم مشى هو، بقيت انا في بيتي. الغد عاود تاني خرج راجل للخدمه، رجع لعندي، جا عندي هو الفريش، ولا تيخرج راجل للخدمه تيجي عندي الفريش. تنقضي انا وياه بحال راه هو اللي راجلي، ما كان حشم منه، هو كذلك ما تيحشم مني، ما حتى حاجه. المهم بقينا بحال هكاك، زيد نهار على نهار. راجلي مسكين ناعس في دار غفلون، ما تيحس، ما حس حتى بحاجه، ما شك ما حتى حاجه. بقينا بحال هكاك. المهم واحد النهار هو صافي قال لي هو راجل ولد عمو، قال لي رانا غنمشي للبلاد، ملي ما خدمتش غادي نمشي للبلاد. انا قال لي كل مره تنخرج تنقلب ولكن ما تلقى حتى حاجه، صافي غنمشي للبلاد. انا فاش قال للراجل غنمشي للبلاد، بحال ضربني بموس في قلبي، ما بغيتوش يمشي، ما نكذبش عليكم، بغيتو يبقى معايا. صافي ولفت وما عرفتش وليت تنبغيه. المهم ما بغيتوش يمشي. بلا ما نشعر قلت لي لا كون جلستي قلبتي على خدمه هنا. قال لي لا صافي ما لقيتش الخدمه، صافي غنرجع للبلاد. المهم مشى.
مشى للبلاد. فاش يلاه مشى بقى تيتصل بيا مره في التليفون تيقول لي راه شي مره غنجي باش نشوفك، تيهضر معايا صافي. انا تنقول ليه توحشتك جي. بقينا بحال هكاك مره نهار على نهار تنهضروا في التليفون. مره ولا كان تيهضر معايا يوميا، شويه ولا يهضر معايا نهار ونهار لا. فاش تنصوني لي تيقول لي راه ما مشغول وراه ما عنديش الوقت وهادي. المهم بدا يعطيني في الاعذار. شويه بدا يزيد شويه في المده، يهضر معايا نهار ويخلي واحد اليومين ل 3 ايام عاد يعيط ليا. انا بحال هكاك بحال ولات شاله فيا العافيه، وليت انا تنعيط ليه. تيقول لي صافي وراه ملي غنكون مسالي غنصوني لك. المهم شويه قطع ليا التليفون، مابقاش يصوني ليا. واحد النهار صونيت ليه لقى التليفون مطفي، بدل النمره. واحد النهار يوم الجمعه ويقول لي راجلي ورا معروضي لواحد العرس. قلت ليه ديال من؟ قال لي ديال المختار ولد عمي. قلت ليه المختار ولد عمك تزوج؟ قال لي صدمت، ما بقيتش عارفه شنو ندير. المهم لغد السبت نضت انا باش ما نبينش لراجلي، مشيت حضرت في العرس ديالو تنشوف فيه. ما كذبش عليكم كون لقيت كون قتلته، ولكن ما بغيتش نبين قدام العائله وراجلي. تحملت هذاك الشيء، داز العرس رجعنا في حالنا. اش غنقول لكم وسمحوا لي، عرفتكم غتعايروني واخا تعايروني انا راه ربي انتقم مني. المهم ما علينا، رجعت في حالي. راجلي نفس المشكل، تيمشي للخدمه يجي عيان، ياكل ينعس، يمشي للخدمه يجي عيان. المهم ما تغيرت فيه حتى حاجه. انا بحال ولفت، اش غنقول لكم بهاد الكلمه، ولفت الفساد على راجلي. بديت تنخرج للزنقه تنبري. انا وليت تنخرج نقلب تنخرج تنبدا نقلب الا شاف فيا شي واحد تنشوف فيه نضحك معاه نتبسم معاه. المهم صافي ولا اللي هضر معايا تنمشي معاه. تنمشي معاه وتنعس معاه وتنجي لداري بحال حتى حاجه ما كاينه. نهار على نهار، واحد النهار هو يشوف فيا واحد الواحد، شاف فيا شفت فيه ضحكت ليه. هو يقول لي واش تمشي معايا؟ قلت لي المهم مشيت معاه للدار. في الاول ما قلتليش رانا مزوجه. مشيت معاه للدار. ملي وصلنا للدار قلت لي شوف، هو بغى يبقى شادني وهضر معايا وانا نقول ليه انا راه ما خاصنيش نتعطل. قال لي علاش؟ قلت لي رانا مزوجه وراجلي يجي للدار ما يلقانيش. قال لي انت مزوجه؟ قلت لي قال لي واخا انا ما غنعطلكش، يلا تسنيني انا غنمشي على الدوش ونجي. مشى للدوش، هو يرجع جالس بحال هكا، جالس حاضر معايا. ما حسيت بالباب تبدا تيدق عليه شي حد. قلت ليه شكون اللي جا عندك؟ قال لي ما تخافيش غنشوف شكون اللي جا. خرج اخوتي حل الباب، جاو جوج اخرين ولاو هما 3. اش غنقول لكم، شدوني تكرفصوا عليا ب3 من واحد لواحد. ما خلاو اشنو داروا فيا. جميع اللي غيجي لكم العذاب اللي غيجي لكم على بالكم داروه ليا. ما خلاوش منين دازوا ليا. تنطلب فيهم ترغب فيهم. قلت لي عافاك اخويا ديروني بحال اختك. قال لي شنو الخانزه اختي؟ انا اختي غتمشي تخون راجلها؟ ديال الكلبه تخوني في راجلك وتقولي لي عافاك خويا؟ انتي ماشي اختي وما تشرفينيش نكون اختي. المهم تكرفسوا عليا مزيان وخرجني. قال لي يلا زيدي دابا في حالك. وانا حيت قبل عطيتو نمرتي ديال التليفون. انا مشيت، يعني راه ما غنقول والو لراجلي، ما غنمشي ندعيهم ما والو، حيت هذاك الشيء راه تندير فيه خونه. المهم مشيت، جا في العشيه راجلي شافني مسخسخه. قال لي مالك؟ قلت لي ما ماليش غير عيانه. وهذاك النهار راجل بالضبط بغى يقضي حاجته حتى هو. قلت ليه لا انا ما نقدر ندير معاك والو. قال لي علاش؟ قلت ليه عيانه ومريضه وهادي. صافي حتى هو ما حكرش عليا. المهم مشى نعس لغايه الصباح مسخسخ، ما قاده ندير والو، ما تنقدش ندرج. المهم ما علينا، رجعت ثاني عشيه راجلي قال لي واش باقا عيانه؟ قلت ليه قال لي سيري عند الطبيبه. قلت ليه لا صافي راه على عيال عادي ما تخافش. ايوا المهم هي هذيك داز هذاك النهار ثاني بقيت نقول لكم شي 4 ايام بحال هكاك. صوني عليا التليفون، الو واش عرفتيني شكون؟ قلت ليه ما عرفتكش. قال لي انا هو فلان اللي كانوا معايا صحابي وهذا. قلت ليه اشنو بغيتي يا الكلب؟ قال لي انت اللي كلبه، شوفي غتسكتي وغتسمعيني شنو غنقول لك. قلت ليه شنو بغيتي؟ قال لي الا ما جيتيش عندي
الفيديوهات داكشي كامل اللي درنا لك راني مصورك فيديوهات غادي نلوحهم لك في الانترنت. قلت لي شنو؟ قال لي كيفاش ما تسمعي دابا غتجي عندي. قلت لي عافاك وسمح لي رانا عيانه ورانا ما قال لي قلت لك ما تقولي لي حتى حاجه، دابا غتنوضي تلبسي وتجي عندي ولا راه هاد الفيديوهات كاملين غيشوفوهم العالم كامل. ونضت ولبست ومشيت عنده. مشيت برجيلاتي وعاود تاني جاب جوج اخرين صحابو تاني ودازو عليا تاني بثلاثه كاملين. تنقول لي عافاك، تيقول لي ما تهضريش، هادشي غتسمعي تخدمي معانا وتسكتي. خدمه قال لي غتخدمي، راه خدمه هادي غديريها، كنتي لي باغيه ومخليه راجلك وتتخرج للزنقه. دابا سكتي. تكرفسوا عليا تاني بثلاثه لدرجه فاش بغيت نخرج ما بقيتش قادره نبرك على رجليا، وليت باغا نمشي على ركابيه. مهم خرجت من عندهم مكرفصه، شديت الطاكسي مشيت لداري. جا تاني راجلي في العشيه مالك، قال لي كيفاش انت هادشي ما عرفتش سيمانه هادي وانت كامله مريضه وانا بغيت حاجتي وانت كل نهار تتشكي. سيري عند الطبيبه، هادشي ماشي عادي. قلت ليه واخا صافي غنمشي عند الطبيبه. مهم الغد شدني واحد الحريق، وهداك الحريق شدني بزاف وبديت تندوز بشي حاجه ما فهمت والو. مشيت لعند واحد الفرماسي حدايا، قلت لهاديك البنت اللي في الفرماسي شوفي اختي انا راه واقع ليا واحد المشكل، راه تشدني واحد الحكه وتندوز واحد الماء. قالت لي واش السبب؟ قلت لها الله اعلم. قلت لها راني كذبت عليا، قلت لها راني مشيت للحمام وجلست واقيله في الارض واش قاصني شي ميكروب وهذا. وهي تعطيني واحد الكينه وواحد الماء، قالت لي هاد الماء توضي به وهاد الكينه تشربيها، وراه لا كان عبرد عادي راه غيحيد. ديت انا من عند هذاك الدواء مشيت والو ما غير فيا حتى حاجه. والمصيبه الكحله هي راجلي تيبغي كل ليله تيجي تنتهرب عليه. قال لي بزاف هادشي قويتي، صافي سيري عند الطبيبه. صافي وانا نمشي عند واحد الطبيبه ديال العيالات النساء، مشيت عندها شكيت عليها. قالت لي وشنو السبب؟ قلت لها راه مشيت للحمام. قالت لي المهم انا غندير لك الفيزيتا وغنعرف اشنو نشوف اشنو. دارت لي الفيزيتا. المهم انا غادي نقولها لكم بلغتنا حنايا. دارت لي التلفازه كيف ما تنقولوا. قالت لي شوفي انت عندك ميكروب، وهذا الميكروب ماشي عادي، ماشي ديال البرد، ماشي مهم شي ميكروب داخلك، ودابا غتمشي غديري واحد الراديو كبير. قلت لها قالت لي قالت لي حيت هذا الميكروب اللي داخلك راه جاني انا بحال شي حاجه اللي هو ماشي عاديه. المهم مشيت درت الراديو الكبير. قالت لي ملي رجعته ولا شافته قالت لي شوفي انتي، قالت لي درتي شي حاجه مع شي حد وهداك اللي درتي معاه عنده شي ميكروب، وهداك الميكروب اللي دخلك دار لك بحال الشكل ديال التولال في الوالده ديالك، ودابا راه الحل الوحيد هو تحيدي الوالده. قلت لها اشنو؟ قالت لي قالت لي الا ما حيدتيش الوالده هاد المرض غينتشر لك وغتمشي كامله صحتك. مشيت انا عند راجلي قلت لي هادي، قال لي ومنين جاك انت هادشي وهادي؟ قلت لي ما عرفتش انا راه من الحمام. قال لي ما يمكنش هادشي يجيك من الحمام. قلت لي راه من الحمام وهادي. المهم صافي راجلي ما قال والو، ما لقى ما يقول. صافي مشيت انايا درت العمليه، حيدت الوالده وانا ما والداش مع راجلي، حيدت الوالده. صافي جيت. المهم راك ما عرفتو جات العائله هذه. المهم دازت واحد المده صحيت. راجلي ولا هاملني مابقاش يديها فيا شويه، ولا تينوض تيقول لي شوفي انا لا راه باغي الولاد، انا راه خاصني الولاد. قلت ليه شنو دابا اش بغيتيني ندير؟ قال لي انا غنتزوج. قلت ليه قال لي انا غنتزوج، انا باغي الولاد، انا ما يمكنش نبقى معاك بحال هكا. مهم مشى تزوج بواحد السيده ما عرفتش انا كيفاش تتعرف عليها. مهم تزوج بها جابها. اش غنقول لكم، احقر المعاملات ولاو تيتعاملوا معايا لا هو لا مراته. ولاتي المراه تعطيني الهضره تقول لي ما عندك نفس اش جالسه ديريك وراك مشيتي في حالك، هو يجيب شي يدخل عندها ما يديهاش فيا ما يتسوقش ليا. المهم صافي وليت تنتعذب. ربي انتقم مني، ما نكذبش عليكم، ربي انتقم مني. تنتعذب تنشوفو كيفاش تيتعامل معايا هي وانا هاملني، وندمت على كيفاش كان تيدير ليا راجلي في الاول، وانا اللي خسرته وانا اللي خنته تمشى عليا. المهم صافي صبرت في الاخر قلت لي صافي طلقني. قال لي بغيتي تطلقي مرحبا.
طلقني، رجعت عند عائلتي. انا عندي على الخوت الوالديه ميتين، عيالات خوتي تما ولاو يتكرفصوا عليا، الشقا، الهضرات، التنخيل، راكم عارفين خوتي، الاحتقار. صافي واحد النهار هو يجي خويا ويقول لي شوفي، راه واحد السيد راجل كبير راه بغا يتزوج، وراه صاحبي قال لي راه لا بغات تزوج بيه اختك. المهم هو راه راجل كبير وولادو راه كبار تقريبا قدك. فكرت وقلت هذا هو الحل، ما عنديش من غيره، وتزوجت به. واخا هو كبير مني، كبير عليا، وولادو تقريبا قدي، ولكن ما كاينش الحل. هذا هو الحل باش نتفك من خوتي وعيالاتهم. وتزوجت بيه ومشيت عنده، ودابا انا عايشه معاه، وتنصلي الصباح وعشيه وجميع الاوقات، ونطلب من ربي يغفر ليا على كل شيء اللي درته. انا هي السبب، وانا اللي خرجت على راسي، وانا اللي غرني الكلب ديال ولد عم راجلي وتخرج عليا، وكملت انا في داك الطريق ديال الحرام. وندمت ندمت وندمت كاع على هادشي اللي درت. المهم انا قصتي عاودتها لكم باش تاخذوا عبره. عمركم ما تخونوا رجالتكم وتهلاو في رجالكم، وإلا ما بقيتيش كنتيش تتبغي راجلك وما بغيتيش، طلقي من عنده وديك الساعه تكوني حره. المهم انا ربي انتقم مني، وتنطلب من ربي يغفر ليا في داكشي اللي درت على راجلي، ويسمح لي ربي ويغفر ليا. انا عرفت المهم اللي تصنت لهاد القصه غادي يعيرني وغادي يدعي فيا، ولكن بلا ما تدعوا فيا ربي انتقم مني وخدا حقه. والله يغفر ليا والله يسمح ليا. انا دابا تنصلي في كل وقت وتنطلب ربي يغفر ليا على كل شيء اللي درته.